كام دول؟ جامع السيدة كده الساعة 2 بالليل والناس ما بتنامش يعني. بس بص شاب محدش بقى يبقى يجيب فوانيس من الشوادر اللي في الأول دي، اللي هي وأنت داخل كده على شارع السيدة وأنت رايح الميدان. أسعارهم طبعا خزعبلية. أنت لو كملت شوية قدام هتلاقي الشوادر دي أرخص شوية. ده كده ب 40 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده بنصور من منطقة السيدة زينب. منطقة طبعا عريقة جدا، ومن الأماكن اللي أنت تحس فيها إن ده رمضان. الدنيا زحمة جدا. شارع السد اللي احنا ماشيين فيه ده زي ما انتم شايفين الشوادر بتاعت رمضان دي مش رمضان، والفوانيس بتاعت زمان اللي هي الفوانيس الصاج دي. طبعا الفوانيس دي احسن من فوانيس البلاستيك دي، يعني دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنحس بيها ان طبعا لسه رمضان، اجواء رمضان. خلينا نشوف كده الفوانيس. شايفين الشوادر بتاعت رمضان. ده كام؟ ده اه 120. وده يعني بيبتدوا من كام؟ طيب بيبتدوا من كام؟ ده الصاج كله 270. ايه بقى فين ابو 270؟ وايه تاني؟ ده 270 ده 350 280 350. طبعا الدنيا زحمه هنا جدا، وزي ما انتم شايفين اسعار الفوانيس بتبتدي من 420 من 280 لغايه 2000 جنيه اللي هم الحاجات اللي نقدر نمسكها بايدينا كده. كام دول؟ حبيبي كام دول؟ بس بص شاب كل يوم كل بيصل الشاب ده كده ده الجامع، وده شارع بورسعيد، اوله ميدان السيدة واخره العتبة. ده الجامع بعد التجديد، كان بقالهم فترة كبيرة جدا بيجددوا فيه. شكله بقى تحفة يعني. المكان من هنا تحفة، انت لو مشيت من هنا هتشم ريحة المسك اللي مغرقة المكان. الجامع طبعا اتجدد بقى شكله تحفة يعني. ودي المأذنة. وده بقى شارع بورسعيد. اللي يعرف منطقة السيدة زينب، هنا مكان الرفاع الكبابجي في الخن ده أحسن واحد بتاع كباب وكفتة بعتبره يعني في مصر. الكباب اللي هو الكباب والكفتة بتاعت زمان، مش الشغل الجديد ده.
ما انا فاهم. 50 يلا. وانا ما قدرتش اصور طبعا عشان ما اضايقش الناس اللي بتاكل، بس هي الحاره دي هو دي اللي فعلا يعني بيفرش فيها. الحاره دي بتطلعك برضو على صوبيا الرحماني، الناس اللي بتحب الصوبيا دي. مدرسه الثانيه بتاعت البنات. طبعا اللي عارف السيده هيبقى عارف ان دي مدرسه عريقه جدا يعني من زمن الزمن. هنا السيده زينب منطقه شعبيه بتنمش فيها بقى كل الاماكن، يعني اماكن روحانيه، اماكن دينيه، اماكن خروج، اماكن اكل. اللي بينزل السيده هنا معروف يعني هتتظبط، يعني هتلاقي كل حاجه هتعمل. ده كده صوبيا الرحماني، خلينا نعدي عليه. انا مش من هواة الصوبيا يعني، بس هم بيقولوا ان دي احسن حد بيعمل صوبيا، اللي هي اللي بتبقى صيصه كده. فالناس بتحبها جدا على طول. الجزء ده الناس بتيجي هنا بالعربيه تقعد وتطلب الصوبيا بتاعتها تشربها. انا نزلت دلوقتي عشان انا اعرف اصور، لان لو كنت نزلت الصبح او لغايه الساعه 10 11 12 بالليل الناس بتبقى زحمه جدا، فما كنتش اصور لكم غير الناس بس زحمه جدا. فانا عايز اصور لكم المكان هنا عامل ازاي. طبعا الشكل بتاع يعني الجامع تحفه. اللي من السيده زينب عارف شكل الجامع الاول كان عامل ازاي. طبعا هو حصل فيه توسعات كبيره، هو ما كانش بالحجم ده، هو اعتقد كان المقام بس مكان القبه، وبعد كده توسعوا بقى جابوا بقيه الجنب اللي هو ده كله. يعني هو كان بس عند القبه الخضراء دي. لقينا طبعا الراجل هنا ارخص شويه، ده ب 75 جنيه. فده حلو يعني، يبقوا دوروا. بس كله يذبح ده كده ب 40 جنيه، صغير جدا، ده قد كف الايد. بس هما مشكلة كلهم ان الاسعار رخيصة، يعور الايد، يعني يعور ايد الاطفال. يعني ده ب 75 بس مش معمول يعني. بصوا هنا يعور ايد الاطفال كلهم خالص، ما يخليش اي عيل يعني يذبح ايد العيال. فخدوا بالكم من الموضوع ده.